اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وعندي دايما الكعبه والرسول دايما متجمعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودايما رمضان يجمعنا. كنت بودي لاولاد الدرس وكده، وكنت فايته من على السوق، فلقيت الراجل اللي بيبيع الحاجات دي، بسبوسه وقطايف و... وجيلي فراولة او مانجا واناناس يعني بص بيبيع حاجات كتير يعني، وبسبوسة والمكسرات والجبن. بس طبعا البلاستيكات دي مش بتاعته، مش من عنده، بتاعة البسكوت او البيدي فور او الكحك ايا كان المسمى بتاعها. لقيته بيبيع كيس البسبوسة ده ب15 جنيه، وانا جايباه من بره تقريبا ب20 او بحاجة و20. فلقيته حلو، قمت كمان زودت يعني. تمام. والجيلي ده كانت تقريبا العلبة ب10 جنيه، الاتنين ب20. طبعا القطايف ديت كان ب15 والاتنين ب25، طبعا الاتنين كتير عليا، يعتبر كيلو، فجبت نص كيلو ما شاء الله يعني، خلصت بألف هنا وشفا للي كان. جبت بقى العلبة دي، عمايل كحك وبسكوت او بدي فور ايا كان، الاربعة دول ب35 جنيه. تحط العجينة، تمام، وتقومي الكبسة عليها بالزرار، ايوه اللي هو ده اللي انا بوريهولكوا ده، دي بتطلع وتخش اهي، بتطلع وتخش، تحطي وتقومي ايه، بتعمل بقى علامات واشكال قلوب بقى ونجوم ومربعات وحاجات حلوة يعني. تعالي بقى نعمل الجيلي. كوبايتين مية على العلبتين دول، بس انا هزود نص كوباية من عندي يعني. بس الجيلي من ايزي فود ده خفيف، يعني هو خفيف، انا نص الكوبايه ده انا زودتها من عندي ويا ريتني ما كنت زودتها. طبعا احنا بنحط كوبايتين قبل وكوبايتين بعد. الظرف عليه 2 باكت، الباكت عليه كوبايتين ميه، واحده سخنه وواحده ساقعه، بمعنى ان احط واحده تغلي احط واحده في الحله واحط عليها الباكت، واقلبهم كويس، ادوبهم كويس حتى ما يكونش فيه اي حاجه خالص. ومش بحط سكر، هو اوريدي ان هو اصلا ايه، في سكر، بس ما يمنعش لو حطيت مثلا ايه 5 معالق صغننين كده او 3 معالق كبار. تمام، بس ما خلاش مسكره قوي بس يعني. طبعا انا هنا عايزه الخليط ده يتقل معايا، يعني كيسين انا حاسه ان هما خفاف وصغننين يعني. هحط لها شويه جيلاتين، طبعا غني عن التعريف، عارفين يعني ايه الجيلاتين ده، اللي بيعملوا بيه الحلويات بتاعه المولد وكده والمكسرات. ان شاء الله ان شاء الله يعني قريب عايزه اعمل مكسرات. وفي ناس بتحط على المربى يعني. احط كده ايه 5 معالق، واحد ملوش تاني، 2 3 5، بس كده. وندوب كويس ومعلقة جيلاتين ونرفع على النار. اللي وصل لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في قناة المتواضع عشان تكبر بيكو، واكتبوا لي كومنت حلو كده من قلوبكم، وصلوا على رسول في الكومنتات، واعملوا لايك يا جماعة، واللي مشتركش في قناتي يشترك فيها عشان تكبر بيكو بحق هذه الأيام المباركة والمفترجة على الأمة الإسلامية يا رب. هي أنا مش عارفة والله حطيت كام معلقة، معلقة ولا 2. يلا ندوب كويس جدا ونرفعهم على نار. لما يغلي هطفى عليه واقوم هقول لكم هنعمل ايه الخطوه اللي جايه. انا كنت عايزه اجيبه فراوله، طعمه وشكله بيبقى احلى شويه، هو ده حلو برضو، بس ابني قاعد يقول لي ايه، هاتلنا مانجا يا ماما، هاتلنا مانجا، بقالي كتير ما جبتهاش، مش عارف ايه، ما بتجيبهاش على طول فراوله فراوله. يا ابني مش حلو. بعتذر على الرنة، كان في حد بيرن عليا. المهم قعد يقول لي ماما هاتيلي مانجا هاتيلي مانجا، قمت جبت جيل الفراولة جيل المانجا ده، وقلت اما اجربه، بس مش عارفه ما ارتحتش فيه، حسيت ان هو خفيف معايا كده، مش جاي عشان مش جايباه من شركة دريم. بص هو كده ابتدى يقلب معايا اهو. هنا في المرحله دي بقى كده هديله تقليبه كده، اقوم مزوده كوبايتين الميه، تمام، ونغرب بقى، نفضي بقى كده في القوالب بتاعتنا. اها،
هو شكله حلو للامانه، بس هو كان ايه طعمه عايز يتقل شويه. هنسيبه بقى في التلاجة يتماسك لمدة 3 4 ساعات. 3 4 ساعات. انا كنت عاملاه قبل الفطار تقريبا، انا مستهالي عاملاه قبل الفطار ب3 ساعات او ساعتين. انا بدأت فيه الساعة 4 او 3 ومش فاكرة والله بالامانة. بس انا بجد يعني كلته تقريبا في نفس الليلة بس متأخر بقى، كان مسك شوية. كلته تاني يوم الاتنين باكت عملوا 6 اطباق بالظبط، بس عملوهم سايحين يعني مليين للاخر. حطيتهم كده على الصينية ونشوفهم بقى كده لما يتماسكوا. هو هل لحقت اخر طبق؟ والله العظيم لحقت اخر طبق، وقلت اصوره لكم قبل ما يتاكل. لا الاطفال بتحب الحاجات دي، جيلي بقى، حلويات، مكسرات كده يعني. لحقت الطبق الاخير بقى، قلت اما اصوره لكم اهو. بعد ده تاني يوم على فكرة اهو، كده احنا صايمين على فكرة يعني. بس بوريكم ان هو مش من كتر ما هو متماسك مش عايز ينزل اصلا من الكاس او من البولة ايا كان اسمها. بس حلو. عايزه تزوقيه من على الوش، عايزه تدخلي فيه فواكه كده. احنا صايمين يا جماعه. انا برفع لكم الفيديو، احنا اي نعم بعد الفطار، بس انا كنت بصور لكم المقطع اللي انا حاطه فيه المعلقه ده، كنا صايمين بالنهار، بس انا قلت اوريه لكم هو متماسك عامل ازاي. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.